بسم الله الرحمن الرحيم. كسبنا وفرحنا وكلحنا على كوتيفوار وقدرنا نصعد لنص النهائي بطولة الأمم الأفريقية عشان نقابل منتخب ساديو ماني ومنتخب السنغال. فيعني بعد ما كلحنا على كوتيفوار وقدرنا نكسب والأداء كان كويس بالمناسبة، ولكن كان في أخطاء وكان في حاجات كتير أوي اتكلمنا عنها في الفيديو اللي كان بعد الماتش. دلوقتي بقى هل احنا هنقدر نكمل على كده ونقابل السنغال ونكسب ونعلم عليهم بقى يعني مرة كده، ولا هم كمان هيقدروا ان هم يكسبونا ويعلموا على كتيبة رفقاء محمد صلاح ومحمد صلاح نفسه؟ ده اللي هنشوفه، فاسمع الانترو وتعالى نكمل باقي الحلقة. زي ما انتوا كده شفتوا ماتش كوتيفوار وشفتوا قد ايه دفاع كوتيفوار كان دفاع سيء، وتقريبا ده ظهر في الثلاث جون بتوع مصر تقريبا. التلات جون بتوع مصر ده وضحوا مدى خلل دفاع كوتيفوار ومدى برضو يعني الماتش ده برضو باين ان كوتيفوار على المستوى الهجومي كانت كويسه بس ما قدرتش تخترق التكتل الدفاعي بتاع منتخب مصر غير بالعرضيات. العرضيات دي يعني كانت هي السلاح اللي لجأوا له بعد ما الارض ما نفعتش. لما لعبوا على الارض والموضوع ما نفعش فقال لك بس تعالى نلعب عرضيات. من ساعه ما جون الاول جه ليهم بالطريقه اللي هو فيه كثافه عدديه كتير، فانت الكره يعني عدت مش ناوي بسذاجه، خبطت او فتوح معرفش الحركه اللي عملها دي فاتسجلت، فالماتش بدأ عرفنا نخترقهم بالطريقه دي. فمنتخب السنغال بقى الناحيه التانيه منتخب في احسن حالاته، منتخب فايق، منتخب عنده عناصر كتيره جدا وهو يعتبر من اشمل منتخبات البطوله. عنده في كل خط لعيبه كتير ولعيبه نجوم حرفيا. ده غير كمان ان هم بيسجلوا، يعني ما فيش لاعب مقتصر عليه التسجيل، لا الفريق كله بيسجل. ما عندهمش لاعب هو ده اللي سبوت عليه، ده اللي بيجيب الاجوان، ده اللي يتمسك، لا عندهم كله بيجيب اجوان. ومنتخب السنغال يعني معظم الاجوان اللي انا شفتها له ان هو بيعمل ايه، طريقه الاجوان ان هو عارف انت اجوان الموظفين، كرة من على طرف من الطرفين وترجع تاني باك باص للي جاي من حته العمق دي وبيجيب جون. يعني جون شبه اجوان الموظفين اللي احنا بنجيبها في البلاي ستيشن دي. فلعب السنغال كله على الارض، بس هل ده يعني ده اللي هيعمله السنغال قدامنا؟ يعني هو هينزل ويلعب على الارض ويحاول بقى ياخد الحته دي كلها؟ اعتقد ان هو هيعمل كده، ولو حس ان هي ما نفعتش هيلجأ تاني للعرضيات. لكن كلعب منتخب السنغال بيبقوا يعتمدوا على لعب الاطراف وعلى الارض. منتخب مصر هيعمل ايه؟ منتخب مصر بمنتهى البساطه اللي في الدنيا نفس اللي عملناه من اول البطوله هنكمل بيه قدام منتخب السنغال عادي جدا. يا راجل ده احنا لعبنا بالخطه دي قدام زيمبابوي وقدام انجولا وقدام بنين، مش هنعمل كده قدام السنغال وكوتيفوار؟ يا راجل لا. فهي نفس الخطه اللي احنا لعبنا بيها في ماتش كوتيفوار هي اللي هنعملها قدام السنغال. هنبدا احنا بالخمسة 3-2 او ممكن كمان زي ماتش كوتيفوار 5-2-1-2. يبقى في امام عاشور حلقه الوصل بين الدفاع وبين الهجوم. ودي كانت نقطه مهمه جدا ان هو الوحيد، يعني لو ما كانش امام عاشور موجود تقريبا كان في كذا كوره كانت يعني ممكن الجون الاول ده ما كانش جه. امام عاشور هو اللي عمل الباص، حمدي فتحي قطع ادى الامام، امام استنى شويه ادى الباص لمرموش، مرموش بمنتهى الذكاء بيخطف المدافع وبيسجل الهدف، الهدف الثالث. فانت عندك كان امام عاشور كان عنصر مهم جدا في حلقه الوصل. فهل امام عاشور يكون موجود؟ انا لازم اشوفه يكون موجود. امام عاشور لازم يكون موجود لان هو هيكون حلقه الوصل. وكمان ان انت امام عاشور بيعلى اكتر مع البطوله بيبدا يستعيد مستواه. فهو زي ما انا قلت هيبقى 5-3-2 او 5-2-1-2. احنا اللي هنبدا، يعني هم هيبادروا علينا بالهجوم واحنا هنستقبل. والله لو السيناريو مشي معانا زي ماتش كوتيفوار واحنا اللي بدأنا بالتسجيل كان بها، ونبدأ نعيد الكرة تاني نفس السيناريو وكابتن حسام حسن زي ما انتوا جرينتا كتير تكتيك قليل. وطبعا عندنا في الهجوم عمر مرموش اللي كان من اهم نجوم الماتش، كان حرفيا هو اللي شايل الهجوم كله على كتفه. محمد صلاح الناحيه التانيه عمل جهد وكان بيرجع يدافع كمان وبيطلع بالهجمه، ففي كويس. في ماتش السنغال بقى يا معلم الماتش ده ليه عناصر كتيره جدا غير الكوره. يعني غير اللي هيحصل في الملعب انت لازم كابتن حسام حسن يعد اللعيبه دي نفسيا قبل الماتش. لان انت مصر قابلت السنغال، يعني الجيل ده قابل منتخب السنغال بالجيل بتاعه ده اللي هو ساديو ماني ومحمد صلاح، اتقابلوا مع بعض مرتين في مناسبتين: نهائي كاس الامم الافريقيه
وتصفيات كأس العالم، والاتنين كانوا لصالح السنغال وبضربات الجزاء. تخيل، انا ممكن في سيناريو تاني ممكن يحصل، السنغال تلعب نهائي توصل لضربات الجزاء عشان تكسب وتكمل في سلسلة العقدة اللي عاملاها المنتخب مصر. فبس موضوعنا يعني، بس كابتن حسام حسن لازم اللعيبه دي تعدي نفسيا كويس، لان انت الماتش ده عارف انت عامل زي ايه، الاهلي وصن داونز كده، لازم عشان الاهلي يلعب صن داونز يبقى في حته الناحيه النفسيه دي، ان الاهلي بينزل كده اللي هو الدنيا مقلقه. فعشان كده الاهلي كان لازم يلعب على حته النفسيه، نفس الكلام منتخب مصر، انت لازم تلعب على النفسيه، ان انت اللعيبه دي تنزل تاكل السنغال، تاكلها عشان تكسر العقده وتصعد نهائي، ويبقى استمرار حلم البطوله الثامنه لمنتخب مصر الغايبه من 2010. فانت تحضير نفسي كويس للعيبه ده مهم جدا. الفحوله والاسترجال اللي احنا كنا عاملينهم في ماتش كوت ديفوار نكمل عليهم في ماتش السنغال، والتوفيق ان شاء الله يبقى معانا يعني. وزي طبعا لازم يكون في شناوي فايق جدا، الدفاع يكون فايق، الوسط يكون فايق، ان هيبقى في خناقه في خط الوسط، والهجوم. تقدر تكسب السنغال، تقدر تكسب، بس اهم حاجه نشتغل صح ونعمل اللي عملناه في ماتش كوت ديفوار. طبعا السيناريو كان بنسبه كبيره كان حلو لينا ان احنا سجلنا الاول، ولكن ان شاء الله ده يحصل تاني، او على الاقل ان انت تلعب على المرتدات زي حالتك، يعني ان انت يبقى عندك السرعات قدام، هتستقبل لعب، يبقى في مساحات في ظهر الخصم، اخطف. مرموش ينزل يسحب معاه مدافع ويطلع مكان امام عاشور زي ما حصل في الجون التالت كده في ماتش كوت ديفوار. فكل دي عوامل تقدر ان انت باذن الله تقدر تكسب وتصعد نهائي البطوله. وخلاص بقى، اصل ما ينفعش السنغال كل مره تكسبنا يعني بقت عيبه والله، وعيبه في حقك يا كابتن صلاح والله. فبس كده يا سيدي، ما حبيتش اطول عليك اكتر من كده، الماتش خلاص يوم الاربع، فبس كده يا سيدي، سلام.